السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى طول بخير. معاكم مي من قناه ميوش ايه. النهارده فيديو جديد وهيكون فيديو مشترياتي. الشهر ده جبت حاجات جديده كنت اول مره اجربها وهقول لكم رايي عنها، وفي حاجات كنت بجيبها معاكم الشهور اللي فاتت، وفي هدايا اخدت هدايا من بعض المنتجات وشنط مكياج بقى وحاجات كتيره. وطبعا لازم يكون في فيديوهاتي لازم يكون في مكياج، فاشتريت منتجات اول مره اجيبها وهقول لكم برضو رايي فيها. يلا بينا نبتدي ونشوف المشتريات بتاعه الفيديو ده ايه هي. يلا بينا. اول حاجه هبتدي بيها هي مشترياتي من كارفور. المره دي لما رحت كارفور كنت عايزه اجيب قطن، فجبت القطن ده من كارفور، ماركه كارفور، مستورد من فرنسا. الشكل اللي هو المربع والشكل البيضاوي. اول حاجه ده بشيل بيه مكياج المربع، حلو جدا كويس يعني. وده بعمل بيه ماسكات للعيون وكده لو في ماسك خيار وكده يعني. وكمان ممكن تشيلي بيه مكياج وتمسحي بيه وشك بميه ورد وتونر. يعني القطن ده هو بس الشكل مربع، بس ممكن تستخدميه طبعا كل حاجه، فحلو جدا. والواحد تقريبا كان سعره 15 او 12 في الرينج ده. وتاني حاجه جبتها من اسواق فتح الله هو وايبس جونسون والميك اب ريموفر بتاع جونسون. الوايبس ده موجود في كارفور وفتح الله وفي اسواق فتح الله وفي الصيدليات وفي كل حته. ده سعره 35 تقريبا. في كام منديل، في 25 منديل. على فكره المنديل بيبقى كبير جدا، ممكن تقسميه 2. هو المنديل كده زي كريمي كده، فبيشيل المكياج كله حتى لو حتى ووتر بروف. فالوايبس ميك اب ريموفر دي جميله جدا. دي لو انتم متابعيني في الشهور اللي قبل كده هتلاقوا ان دي يعني قبل ما اخر منزل يخلص لازم اجيب واحده جديده. انا بقى كنت بدور على الميك اب ريموفر ده اللي هو من جونسون الغسول، وما كنتش لاقيه خالص. كان في فتره كده ما كانش موجود ولا في كارفور ولا في فتح الله في اي ولا في الصيدليات حتى ولا في اي مكان. فلقيته في اسواق فتح الله اللي هو في سموحه. اول ما لقيته اخدته على طول، وكان اخر واحد كمان. ده سعره 19 او 20 جنيه. ده برضو غسول بيشيل المكياج كله، بيشيل الووتر بروف لو حتى كحل او ماسكارا ووتر بروف برضو بيشيلها. بس لو انت حاطه كحل جوه العين مش هتقدري طبعا تحطي غسول جوه العين. فالحاجات بقى اللي هي جوه العين زي الكحل وليمه الالوان اللي بتبقى جوه العين دي شيليها بالوايبس. الغسول ده بيشيل سطح، يعني انت بعد ما تشيلي المكياج كده برضو ارجعي امسحي وشك بتونر هتلاقي برضو لسه في مكياج. فحلو جدا على فكره، وانا بحبه جدا وبستخدمه في المكياج التقيل والخفيف. وجبت كمان علبه شادو من اماندا نيود لوك. هي تبع لاين كده جديد نازل بقاله شهر او حاجه، واخر لاين نزل. دي اول حاجه فيها فرشه. السفنجه هنا ممكن تستخدميها لتنظيف الحاجب بالكونسيلر، وهنا ممكن تستخدميها برضو للحواجب. الفرشه دي ما تنفعش خالص للشادو. اول حاجه هنا في 6 الوان بين بني وذهبي وبني، في شمر ومط وشمر. ده هنا مط شمر مط شمر. اول حاجه البني واللون ده اللي هما الاتنين بس مط، ممكن تستخدميه للحواجب، وممكن تستخدميه كونتور، وممكن تستخدميه كشادو. العلبه دي كويسه للبنات اللي هي في الكليه وحابه تجيب شادو ومش بتحب تجيب من جروبات او مش عارفه تشتري اونلاين، فهي حلوه. بس هي فيها بس عيبين، ان هي مش بيجمنت والالوان مش قويه. نعمل سواتش. بصوا الالوان، شايفين الالوان؟ هي بتبقى مش شمر خالص ومش قويه، يعني الشمر بتاعها يعني شبه مش موجود اصلا يعني. بصوا، بس انت يعني لو حابه تعملي لوك كده خفيف للكليه او للشغل تقدري تستخدميها، هي كويسه يعني. وانا اشجع اماندا جدا ان هي تزود علب الشادو وتزود الالوان كمان، ويا ريت تزود الميجمنت وتقوي الالوان شويه. وفي حاجتين جبتهم من اسنس الشهر ده. جبت البودر الحواجب، دي سعرها 50 جنيه، ودي رقمها 1 ناتشونال. اول حاجه هي اللونين دول برضو حلوين جدا. بس في 3 كومنتات على البودر، على الشكل بتاعها. اول حاجه الشكل مش حلو خالص، يعني انا لما اجي افتحها لازم احط صبعي هنا واحط هنا، لان دي بتيجي معاها فبتطلع وبتضايقني واقعد ارتبها ومستعجله وبتاع. هنا في 3 اسطمبات ملهمش لازمه في الحياه،
مش بيعملوا حاجه ومش بيليقوا خالص مع حواجبي. وشفت كمان ريفيوهات كتير لقيتهم مش بيليقوا مع حواجب اي حد. الكومنت التاني ان الفرشه دي وحشه جدا وبلاستيك وناشفه وبتشيل كتير جدا من البودر ومحدش يستخدمها ابدا. بصوا ناشفه ازاي، بتشوك اصلا، وكمان لما اجي اعمل بيها المنتج بتخلي فيه كده بودر كتير يطلع. تالت حاجه ان التعبئه بتاعته مش حلوه، يعني كانوا عملوا علبه مقفوله ومفتوحه اسهل، وبدل دي كده يعني انا لما اجي استخدم افتح دي واحطها وتيجي تضيع مني، ولازم احط هنا ايدي واطلع دي، يعني ما كانتش حلوه. كانوا يعملوا باودر، كانوا يعملوا سوري علبه اسهل. بس الكواليتي بتاعت الباودر جميله جدا. خيال بمجرد بس ان انا المس الفرشه يبقى ثابت جدا طول اليوم ومش محتاج اي جل عشان يتثبت. جبت بقى روج، مش عارفه كنت طلعته قبل كده معاكم ولا لا. ده رقم 07 بيوتي، هي دي درجته. هي درجه رقيقه جدا وخفيفه جدا وحلوه قوي. ده سعرها 45 او 35. وتاني حاجه جبتها برضو من مزايا، هو من ماركه مسلين. ليهم ستاند كده فيه برضو طبعا شادوهات وفونديشن وحاجات كده. ده جبت قلم لتوسيع العين. ده مش بيج، ده عاطي شويه على لون روز شويه. سعر القلم ده 35 جنيه وهو حلو جدا وكريمي وبيثبت. بعد كده رحت لونا وشفت القلمه اللي عندها واشتريت القلم ده، سعره 22 جنيه. ده فضي شايفين، وكريمي جدا وبيثبت، بس ده اكتريته يعني لمناسبه. وعندهم طبعا الوان كتير بين الكحلي والاخضر والتركواز والذهبي. لا وفي يعني مجموعه قلمه للعيون كتيره جدا، بس حبيت اجرب الفضي وهو حلو جدا، وممكن كمان اروح اشتري الذهبي. وجبت كمان ميك اب ريموفر من ايف. ده حلو جدا 3D بالكولاجين. ده بيشيل الميك اب بطريقه خيال، جميل جدا. هو نصه هنا زيت ونصه هنا زي محلول بيترج، وبتحطيه على قطنه بيشيل الميك اب كله، وحبه صغيرين منه بس نقطتين مش اكتر، لو انت حاطه ميك اب كامل يعني ميك اب مناسبه هيشيله كله. ده سعره 35 جنيه و150 مللي. ده يبقى اساسي عندي كل شهر ان شاء الله للميك اب ريموفر. والشهر ده جبت حاجتين من اوريفلام. اول حاجه جبت ميك اب ريموفر برضو بتاعهم، وجبت القلم ده البيج من زوان. ده رقمه ثواني اشوفه لكم، رقمه 1 نيود. اول حاجه اوريكم بس القلم، هو كريمي جدا بصوا شكله. واللاين ده تقريبا في منه بقى حاجات كتيره بصوا، هو الدرجه اللي فوق دي بيثبت برضو وبيتوزع بطريقه جميله جدا. والميك اب ريموفر بتاعهم سعره 42 جنيه. ده 100 مللي. ما عجبنيش خالص، وحش جدا، مش بيشيل المكياج الصعب ومش بيشيل المكياج السهله. يعني لو انتي حاطه مثلا باودر هيشيلها بس تمام، ولو انتي حاطه كحل مش هيشيله، لو انتي حاطه مسكره مش هيشيله. فما انصحكوش تجيبوه. جربته كذا مره، احط نقطتين بس كده على القطنه واشيل باودر بس، يعني هو مش بيشيل حتى ولا الكحل ولا اي حاجه زي ما قلت لكم. فما انصحكوش تجيبوه. في واحد تاني تقريبا نصه زيت ونصه محلول، ده برضو لسه ما جربتوش، عايزه اجربه. لو انتوا جربتوه قولوا لي رايكم فيه ايه، لكن ده محدش يقرب منه ومحدش يجيبه. مول زهران جبت جوردانا رقم 4 اسمها 04 بيج. انا كنت عايزه بنانا باودر بس مش لاقياها، وسمر نصحتني ان انا اجيبها، هي حلوه جدا فعلا. سمر احمد نصحتني ان انا اجيبها، بس وانا بشتريها البنوته ما قالتليش ان هي بتستخدم بودره مائيه. لما اجي فتحت هنا لقيت هنا سفنجه وهنا في مرايه، هي شايفينها، ممكن تستخدمها بودره مائيه، لكن انا بستخدمها في البيكنج. هي ناعمه جدا بصوا، وهي فعلا زي البنانه وصفراء وعاطيه شويه كده على البنانه. هي حلوه جدا، بس انا بستخدمها بيكنج وناعمه جدا، فانا انصحكم تجيبوها. سعرها 50 او 45. جبت كمان فرشه للبيكنج اشيل بيها البودر الزياده. دي سعرها 18 جنيه وهي عامله زي المروحه. هي حلوه، بس انصحكم لما تيجوا تجيبوا فرشه جديده اغسلوها الاول عشان ممكن يكون فيها تراب وتطلع لكم الحبوب. واخدت كمان اوفر
كنت في اسواق فتح الله وكنت بتمشى، فشفت الستاند بتاع ميبلين فعجبني البودر بتاعتهم والروج، فاخدتهم وانا ماشيه. الراجل ناداني وقال لي ان في شنطه هديه اللي هي دي. اطلع بس المنتجات من بتاعت ميبلين من جوه. هي دي شنطه، هي بينك وهنا الخيطه بتاعتها اصفر وهي من جوه واسعه، وانا حاليا بستخدمها احط فيها المكياج في الشنطه، فهي حلوه جدا على فكره. وجلد الحاجات اللي انا اشتريتها. اول حاجه اشتريت باودر اسمها 04 هاني فيها 25 SPF. وهنا اشتريت روج وده درجته 401 سويت. اول حاجه الباودر هي دي شكلها، دي سعرها 55 تقريبا، وبرده ده سعره 50 تقريبا يعني. اول حاجه الباودر دي ممكن تستخدميها بودره مائيه. بصي اي باودر تلاقي فيه هنا اخرام كده يبقى دي بتستخدم بودره مائيه، تمام. حاطين فيها هنا سفنجه، مش بستخدمها، مش بحب السفنج في البودر، فبستخدم فرشه. بس اوريكم الدرجه بتاعتها، هي دي الدرجه بتاعتها اللي فوق. هي حلوه جدا وثابته جدا. اللي انا لاحظته ان انا ممكن احط مثلا كريم حمايه من الشمس وبعد كده كريم مرطب واحط البودر بس، واحط كحل وماسكارا وروج وبلاشر وخلاص كده. يعني هي بتثبت طول اليوم، بجد جميله جدا، انصحكم انتوا تجيبوها. الروج بتاعهم بقى حلو جدا، بس الحراره اللي احنا فيها هو ساح. بصوا بقى معوج شويه بس انا عدلته، كان كده بصوا كان معوج بس انا عدلته. فانا حاليا بحطه بره علشان هو بيسيح جدا. ودي الدرجه بتاعته. هو على فكره بس عشان الفلاش فعاطي ان هو بيلمع قوي، لكن هو في الحقيقه مش بيلمع كده يعني. كنت كمان يا بنات في جرين بلازا ودخلت محل برامودا، لقيتهم عاملين اوفر جامد جدا على الشنط، فاخدت الشنطه دي. هي شنطه ممكن تستخدميها بورتوفيه، وممكن تستخدميها ان انت تحطي فيها المكياج في الشنطه. دي سعرها 40 جنيه وكانت اخر قطعه وكانت اخر لون، ما كانش فيه تاني خالص. انا كنت عايزه اجيب واحده ثانيه كمان ما لقيتش خالص. هي عامله كانها هاند ميد وفيها من هنا ايد، والوانها طبعا زي ما انتم شايفين عجبتني جدا. وهنا كمان مكتوب التيكت بتاعهم برامودا، ومن جوه بصوا واسعه جدا ازاي. ممكن برضو تستخدميها في المكياج. جبت كمان يا بنات رموش للعيد. انا بحب قوي الشكل بتاع الرموش ده، حلوه جدا. ما بحبش اللي هي بتبقى على طول كده فيها رموش، بحب اللي هي تبقى من هنا كده ايه مفرغه. وبعدين هي مكتوب هنا عليها ماكس فاكتور، بس هي مش ماكس فاكتور ولا حاجه، هي فيك. صينيه من الحاجات اللي بيتباعوا اللي انت بتلاقيها ممكن في اي مول ولا حاجه، لان انا مش لاقيه لحد دلوقتي رموش براند. وكمان يا بنات اشتريت الرموش دي اللي هي الفردانيه، قلت اجربها. دي سعرها 15 جنيه ووحشه جدا، محدش يجربها. بصوا هي كل شهر لوحدها، ودول كده محاولات مني ان انا استخدمها. هي وحشه جدا، بتزهق وبتعصب وما تخليكيش تعرفي تركبي رموش، محدش يشتريها. وجبت بعد كده حاجات من سكر رموش، هوريها لكم بسرعه عشان وقت الفيديو، ولو انتوا حابين تشوفوا شكل الرمش معين وقفوا الصوره. كمان الضوافر دول بيتلزقوا على الضوافر، بيخلي شكل الضوافر حلو. واخر حاجه جبتها هو دي. هي دي للوجه وللانف. اول حاجه دي للوجه، ان انتي بدل ما تحطي ايدك على وشك يعني تحطي بيها كده وتحطي فيها الغسول وتستخدميها للوجه. انا جايباها ان هي بس مجرد ان هي تعمل مساج مش اكتر. لكن انتي لو هي عندك ومش عارفه تستخدميها في ايه، ممكن تستخدميها ان انتي تنضفي فيها فرش المكياج، لان هي بصي فيها كده زي حاجات كده ممكن تنضفي بيها فرش المكياج. وهنا في واحده للانف، هو يعني مش بينضفه بس هي يعني بتخلي الغسول يطلع بابلز كده كتير وينضف كويس. هي دي بس صغيره كده، تمسكيها كده بمسكها كده وبنضف بيها الانف. في نهايه الفيديو بحب اشكركم جدا على المتابعه، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا بيه واستفدتوا منه. لو في بنوته حابه تسالني اي سؤال تتفضل تحت في الكومنتات وانا على طول ان شاء الله هجاوبها. ما تنسوش بقى يا بنات تابعوني على سناب شات، انستجرام، فيسبوك وجروب الفيسبوك.
الحاجات دي والمشتريات دي اول بنات شافوها هم بنات السناب شات، فتابعوني بقى على السناب شات لان انا باخدكم معايا لو انا خارجه وفي اي مكان، وبقضي يومي كله على السناب شات، فانتوا هتشوفوني بقى ان شاء الله في يومي كله في السناب شات. كمان ساعات بعمل ريفيوهات عن السناب شات وبقول رايي في منتجات، ولو في حاجه اشتريتها جديد بوريها للبنات السناب شات. فيلا روحوا تابعوني على السناب شات. هو ده السناب شات بتاعي. وكمان هتلاقوا الاسم تحت، وهتلاقوا كمان موجود منه في الانستجرام، ممكن تاخدوا سكرين شوت وتشوفوني بس في الكود. باي باي يا بنات، مع السلامه.